فالنتين الجميل الناس بتحتفل بيه بره، وانجاز عشان الفيديو ده المفروض ينزل النهارده. يعني إحنا كده بدأنا. مم. بص، هو انا عندي رأي بس في حوار الفالنتين ده. شكلك اه. جايب هدية ونازل تخرج. لا لا، مش بس كده. تاتاتاتا. عندي مشكلة تانية. ان انا كل اللي اعرفه في الاسلام ان انت كمسلم جميل كده عندنا عيدين بس: عيد الفطر وعيد الاضحى. وعندي كمان مشكلة برضو. ومفيش عيد المولد النبوي، مش بتاعنا. مفيش، ما نعرفش عنه حاجة وراس السنة مش بتاعتنا برضه. خالص. الفكرة ان انت لو هما طلعت اتنين. لو طلعنا دلوقتي نتمشى شوية في الشارع هنلاقي مسلمين مالين البلد بره، كلهم لابسين اللون ده. تمام، وفي بقى بلالين كتير وبتاع. بس احنا عندنا مشكلة تانية. استنى، كان ايه اللي جه في دماغي؟ ان انت يعني حتى ما تقوليش بقى ان انا هروح اجيب هدية لمراتي واجيب هدية لخطيبتي النهاردة، بقى اللي هو كده خلاص عشان النهاردة فالنتين وبتاع. لا، كنت هتلاقيها قبل، يعني كنت جبت لها امبارح بنية ان انت بتهديها عادي. أنا عندي مشكلة تانية. ايه؟ يعني بغض النظر إن أنت بتحتفل أصلا بعيد مش بتاعنا، يعني اه. ملوش علاقة بينا. تعرف يعني إيه فالنتين أصلا أو موجود ليه؟ هو كان تقريبا كان ملك. ملك بيمنع جنوده من إن هم يتزوجوا أو كده، أو إن هم يتعاملوا مع النساء. فجه قديس اسمه فالنتين تقريبا، اه. فكان بيجمع الرجالة والستات في السر من ورا الملك. تمام. فجه الملك قتله. فايه بقى؟ فتعمل عيد. فاتعمل عيد باسم فالنتين، عيد الحب بقى. فعيد ودي عيد الحب قصة. جدا. دي قصة من ضمن القصص. في قصة تانية بتقول ان هو اصلا كان واحد زنى بواحدة، فجابوه قتلوه عشان زنى بيها، وعملوا عيد. فبقى عيد الحب. فانت يعني غير بص، ان انت انت في كل الحالات بتحتمل، غلط. غير ان انت بتحتفل بعيد مش بتاعنا، فانت بتحتفل بعيد زنا اساسا يعني. مش فاهم والله. يعني يخرب بيت الانبساط والهدوء اللي انت فيه. انا الصراحة بشوفها فكرة فاشلة. ومش بس فكرة، هي يعني محتاج تتشاهد بقى لما تروح كده وتخلص وتتوب لا، بجد. وبعدين في مشكلة تانية بقى أكبر. الناس بقى اللي بتروح تحتفل مش بيجيب هدية لمراته، أو بيجيب للمرتبط بيها بقى. يعني كله. كله غلط خالص. يعني أنت شغال من كل النواحي. أنا بصراحة شفت حاجة يعني صعبة. الشوارع بصراحة بره دلوقتي يا نهار أبيض، مش عايز أقول لك. شفت امبارح في حديث لو فاكرينه: عبادة في الهرج كهجرة كهجرة إلي. إلي. برضه يعني هي بتنطبق هنا برضه، يعني هتمشي هنا برضه، ما لا، الدنيا بره عجينة. وفي حاجة كمان بمناسبة الحتة بتاعت العبادة في الخفا. إن أنت أصلا إحنا في شهر شعبان. يعني أنت يا أي نهار أبيض. أي عبادة في الشهر اللي إحنا فيه ده، أي عبادة خفية، فأنت ثوابها ربنا اللي هيديهولك، يعني مش خفية ايه ده؟ يعني ده انت يعني. سبحان الله، ده انت جالك اختبار من ربنا. الفالنتين اه. في شعبان. وراس السنة فاضل في رجب. 4 ايام. ها، وراس اربع السنة في رجب. ايام على دخلة رمضان. فانت يعني اختبار من ربنا شديد. في شديد. يعني انت اصلا المفروض كل الناس بتقولك دلوقتي افتح اي درس، اي شيخ بيتكلم عن الاستعداد لرمضان يقول لك فركش، متكلمش بنات، صلي، ابدأ ظبط دنيتك، وردك، قرآنك، دنيتك، أذكارك، مش عارف ايه. انت جالك الفالنتين، حاجة. اختبار مميت، وفي شعبان، في آخر شعبان وداخلين على رمضان. وفي حاجة فيعني مهمة. ونعم الاستعداد. في حاجة مهمة جدا بقى، كان الشيخ أمجد قالها في درس من الدروس بتاعته. تقريبا كان في شعبان اليقظة. إن أنت في ناس بتقولك إن هو كان الصحابة يعني كان حد من الصحابة كان بيقول إن أنا نفسي أعمل عمل صالح الملكين اللي بيراقبوا عليا ما يشوفوهوش، يعني نفسه يعمل عمل خفي للدرجة دي. لأن العمل الخفي مش إن أنت تتحاسب عليه حساب أنت عارفه، هو حساب أنت ما تعرفوش. حساب اللي أنت ما تعرفوش ده أعظم بكتير جدا. وفي حاجة كمان، إن كان برضو بيقول إن كان في ناس بتقيم الليل من بعد صلاة المغرب. اللي هو في ناس بتقولك إن بين صلاة المغرب والعشاء شوية صغيرين، فمش بنلحق نعمل حاجة ومش عارف إيه. فكان بيقول إن أنت صلي بين المغرب والعشاء بنية قيام الليل. تمام. وهتثاب عليها لسبب إن هي عبادة برضو في الخفة. فاهم؟ عبادة في الخفة أو عبادة في زمن
الدنيا بايظة فيه، ففي الحالتين انت ثوابك كبير ما يعني، ان شاء الله عبادة ربنا في يبارك. الهرج كهجرة إلي، ما انت اه هتصلي في بيتكم، انما انت بقى سايب ده كله ومش بتصلي في الخفا او بتعمل عبادة في الخفا، انت نازل تجاهر تحت في الشارع بقى، الكل بيتفرج عليك بقى، سا وورد احمر وبلالين ودنيا وده بقى. ده ما يمنعش في حاجة كمان، انت مش واخد بالك منها، ان انت محتاج تركز على ان انت مش، احنا مش بنتكلم في عبادة في الخفا ان انت تصلي المغرب وعشاء في بيتكم. لا يا حبيبي، انت تصلي فروضك كلها في المسجد. وكان في كمان اللي هي بتاعت يعني انا هقولها بالبلدي عشان انا مش فاكرها يعني، بس كانت الحتة بتاعت ان هي الملائكة في ملائكة بتنزل الفجر وبتتبدل وقت العصر. فانت لما لما يجي ربنا يسألهم يقول لهم كيف تركتم عبادي، فيقولوا له تركناهم يصلوا. فتخيل انت اللي هو ايه، تبقى الملائكة بتبدل عليك في المغرب والعصر، في العصر والفجر. والفجر اه. تمام، وانت بتصلي. بس طبعا دي مش صلاة في البيت، هي صلاة في المسجد. يعني هي دي ثوابها. بس فاختم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. بس. السلام عليكم.